ورحمة الله وبركاته. شوفوا معي أول شيء، بعدين أقول لكم شيء ثاني. أهلا أهلا. هلا والله بالتوفيق. فيصل الله يجزاه خير، طبعا وهو من أبطال مسلسل شباب القوم، فوراني من شوي محتوى لحلقة أظنها جالسة تعرض الآن اللي عن الدواعش، ولما قال لي فكرة الحلقة كأني أنا اللي سويت الإعداد لها والسيناريو، لأن هذه الأشياء دائما أنا أتساءل عنها. فعموما فيصل بيض الله وجهكم بنشوف. طبعا الآن حنا في مستشفى الأمل لوجود مباراة نهائية للمرضى في نهائي كرة طائرة، وأنا والعم فيصل موجود. العم كبرني وتركي. إذا أنا العم أنت الجدة. يلا نروح نشوف المباراة. يلا حبيبي حياكم. رجع الفريق الأخضر أنا. وأنا الأحمر. أتحداك. ما عقله. إيه أنت حدك بس لا والنصر. طبعا فريقي الأحمر فاز. تستاهل. هذا اللي قال الأحمر. لا نرجع للفيديو. وأنا الأحمر حبيبي هارد. دائما تلزمه. اصلا بدلوا التيشيرتات. يا شيخ لا تهايط هلا والله حبيبي. مبروك والله مبروك، يستاهلون. اهم شيء نحن حضرنا له. وحنا نوزع جوائز على النزلاء الفريق الفايز، لاحظت فيهم انهم يبغون يكرمون اثنين. انا ما ادري ليه، ما نشر القصه يعني. اتضح ان الاثنين ذولي من الفريق المعالج او اللي يشرفون على علاجه، بس استغربت يعني حرص الاخوان عليهم. هذا الاخ احمد ابو عزام والاخ سعد سعد والنعم والله. اللي أنا شفت هذا واضح الرسالة وواضح المعاملة الطيبة بينكم وبينهم، وهذا ندلدل على صدق عملكم والأمانة اللي الله يجزاكم خير. مؤكد بلا شك اللي تسوونه هذا يعني هو صحيح عملكم، لكن الله يجزاكم خير ويجعله في ميزان حسناتكم. الأخ الكريم صالح الحواس رئيس التمريض، جزاكم الله خير، بيض الله وجهكم على ما تقومون فيه. الله يجزاكم. أنتم اللي شكرا وجودك دعم. انتم اللي شكرا لكم، انتم اللي اعطيتونا الفرصه دي، وبيض الله وجهكم على ما تقومون فيه، وهذه يعني رساله ساميه منكم. انا اقول الله يجزاكم، الله يجعلها مزيد حسنه. شرفنا بشوفتك وجيتك. بكل امانه اعجبني البرنامج، اعجبني الوضع اللي انا شفته اليوم، بس ابغى اعطيكم صوره افضل من المصدر. معي أحمد الريس رئيس القسم الطبي والأنشطة في مستشفى الأمل. أول شيء جزاكم الله خير، بيض الله وجهكم على اللي تسووه. أول شيء شهر مبارك بتركي لكم. عطني نبذة عن اللي قاعدين تسوونه. ما يخفى عليك بتركي أن نزلاء مجمع الأمل يحتاجون لوسائل الترفيه والأنشطة الرياضية خاصة بهذا الشهر الفضيل، وكسر روتين في مجمع أو في مكان. بالعكس هو مختلط مع المجتمع ويقوم بالأنشطة الرياضية، وهذا اللي لاحظت عليهم أنا ما شاء الله. هذا اللي لاحظت. طبعا الجانب النفسي والترويح للمرضى مهم خاصة في هذا الشهر الفضيل وفي جميع الأشهر، لأنه يكسر الموضوع اللي هو اختصرنا موضوع العلاج. ولا يخفى عليك بتركي نحتاج دعمكم، دعم الإعلاميين، دعم الرياضيين، مشاركتهم فرحتهم في العيد وفي رمضان.
والله يعطيكم العافيه، قبل الله وجهك. وهذه رسالة أيضا لجميع الزملاء الإعلاميين للرياضيين، مثل هذه البيئة هم محتاجين، يعني محتاجين احنا نوقف معهم وهم يستحقون ذلك. وزي ما قلت هم جزء من المجتمع ولازم نحرص عليهم. والله يجزاكم خير ويجعل ما فعلتم في ميزان حسناتكم. بيض الله، هذا واجبنا، هذا أنتم تمرون علينا.